طبعا الوزن معانا بيقول كيلو 150 جرام. احنا بنبيع قطاعي عشان البورصه نايمه. درجه الحراره لها 5 ايام 31 و30 جوه العنبر مش بره العنبر، لان لسه ما عزلناش السقف. هنعزل السقف بالطريقه اللي قلنا لكم عليها. الحمد لله في ظل موجة الحر وفي ظل البورصه اللي واطيه. هنقول لكم على دراسه جدوى حقيقيه في ظل الظروف الصعبه. درجه الحراره ايه؟ 29 ونص. الخليه عندي اهي. طبعا في عندي مشكله في الخليه هننضفها. عندي تكييف صحراوي. التكييف الصحراوي فيه تلج عشان ما يعملوش رطوبه عاليه في المكان. طبعا بقى اللي يقول لك في الحر ده او في غير الحر بياكل 3 كيلو وبيطلع 2700، ده بياكل السبله تاني للفراخ. كده الفراخ بتنزل سبله، بياخد السبله يخلطها على العلف وياكلها تاني للفراخ. ده كداب، اللي يقول لك كده كداب على طول. اهو الصدر اهو، الفرخ رجليه مدلدله. شايفين الفرخ لو رجله مرفوعه وانا رافعه كده دي مشاكل معويه. الفرخ اهو في ظل الظروف اللي احنا فيها مفيش مشاكل معويه. ليه في ظل الحر اللي احنا فيه ده؟ طبعا مشاكل الحر الاجهاد الحراري ليه مشاكل عبيطه. ده كفايه بس ان اسمه اجهاد حراري. يعني ايه احتباس حراري اصلا؟ يعني الفرخ ما بيعرقش، ما عندوش مسام عشان يعرق ويطلع الحر اللي فيه. فالفرخ لما بيحس بحراره بتتكتم جواه، اسمها احتباس حراري. طبعا دي مصيبه سوداء، بتنشط عندك بكتيريا زي الكوليستيريديا زي السالمونيلا زي الايكولاي. فاحنا الحمد لله في عز الاحتباس الحراري طبعا الحاجات دي احنا عارفين هي بتاثر على الوزن. ليه احنا خدنا الوزن ده؟ لان احنا في ظل الحر اللي احنا فيه شغالين باحماض عضويه. ايه هي الاحماض العضويه يا احمد ابو انس؟ طبعا في منتج بيطري جميل جدا لسه هجيبه لنفسي، لان الشهر اللي جاي جهنم ودوره ابطال بجد بقى. فانا استخدمت حاليا الخل احماض عضويه. ايوه، حمض من الاحماض العضويه، حمض الخليج ده بيثبط من نمو البكتيريا زي الكوليستيريديا في معده الطائر. لما بنزل سقوه احماض، بعمل تحميض للميه، بنزل درجه البي اتش للميه خليها 4.5 وانزل معاه بكتيريا نافعه. ايه هي البكتيريا النافعه؟ بكتيريا نافعه اللي هي اللاكتوباسيلس اللي بتعيش في الوسط الحمضي. يعني بخلي الميه بتاعتي حمضيه 4.5 وانزل معاه بكتيريا نافعه او خميره بيطريه او اي منشط نمو. فالوسط الحمضي طبعا اللهم صل على سيدنا محمد بيثبط من نمو البكتيريا الضاره. ده كمان درجه البي اتش اللي هي 4.5 اللي انا بعملها بتموت الكوليستيريديا، بتموت السالمونيلا والايكولاي. مفيش عندي الكلام ده. ظهر عندي ايكولاي اهو، اللسان الاخضر وعالجناه اتعالج. حافظنا على الوزن. الكوليستيريديا يعني 5 ايام اجهاد حراري وكوليستيريديا رسمي. ما جاتش ليه؟ لان معانا الباسترافين. الباستراسين دي الماده الفعاله، بس معانا المنتج بتاع الكوليستيريديا اللي هو بيعالج اللي هو جرام على 5 لتر للكوليستيريديا، مالوش فتره سحب. منتج لذيذ خفيف يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. نزلناه وتعاملنا باحماض عضويه وبروبيوتيك في عز الحر. فايده الاحماض العضويه اكتر ان الدم او الطائر من داخل الطائر تحت ظل الاجهاد الحراري الدم عنده بيبقى قوي. يعني بيحصل له بقى بكتيريا ومشاكل لو اتكلمنا عنها مش هنخلص الفيديو. لكن لما بنزل احماض عضويه بغير الحمض داخل معده الطائر واخليه حمضي، بحيث ان هو ما يكونش يعني يكون داخل الطائر ما يكونش بيئه ان يعيش فيها اي بكتيريا، سواء كوليستيريديا اللي هي حراميه الاوزان او اي بكتيريا تاني. فلما بنزل احماض عضويه كده انا حافظت على المعوي، يعني حافظت على الوزن. طب الاجهاد الحراري والاسهالات برضه احماض عضويه. طب يا ابو انس الحر دي بتعمل فيه ايه؟ تنزل ثلج في الميه بس ما تخليش الميه ساقعه، لا تخليها بارده بحيث ان الطائر يعرف يشربها. لانه زي ما قلنا الطائر ما عندوش مسام حركيه يعرف يخرج الحراره بره جسمه. فاحنا بندخل ميه بارده سنه بسيطه بحيث ان احنا نساعده انه يرطب جسمه من الداخل مع الفيتامين سي من الفجر. امشي على الخطوات دي لحد ما تعدي موجة الحر على خير وتاخد اوزان متوسط 200 250. طبعا ده اللي مش متعودين عليه من ابو انس، لكن ده بسبب السقف. طبعا احنا عرفنا المشكله ايه. طبعا انا عازل الحيطان من بره، مفيش اي يعني انا عندي الشمس محوطاني من كل جهه، لكن الحيطان من جوه ما بتسخنش. فلما ليه الحراره عندي بتعبق، درجه الحراره بره عاليه جدا، طلعت احط ايدي على السقف من فوق بينزل عليا نار جهنم صهده 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 بمعنى الكلمه. فان شاء الله باذن الله نعزله في بدايه الدوره الجديده
وهنجيب الاحماض العضويه اللي هي المنتج البيطري النظيف كذا حمض مع بعض بيعيش فيه. طبعا لما وهنشتغل بورق البي اتش او جهاز البي اتش، هنحمض الميه وهنعلم الناس ان شاء الله يعني ايه تحميض ميه اصلا. ولما تيجي تنزل بروبيوتيك في الميه المحمضه بنجيب يعني بننزل السلالات اللي بتعيش في الوسط الحمضي. يبقى احنا كده بنحمض الميه، بنموت اي بكتيريا ضاره، وكمان بندخل بكتيريا نافعه. يبقى احنا كده ما عندناش مشاكل معويه خالص. يبقى كده نركز في ايه بقى؟ الرعايه وتحميض الميه وميه بيضاء يا باشا، وهي تحميض الميه ميه بيضاء برضه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.